طبعا نحن اليوم في حديقة الرواد في مقر شبكة الإعلام العراقي بغداد. وهنا نصب وتمثال الزعيم عبد الكريم قاسم. ولد في 21/12/2014 وأعدم في هذا المكان في 9 شباط 1963. وهنا قوله إنني سوف أفنى في سبيل خدمة الشعب، وبعد مماتي سوف تبقى روحي نصيرة له. هذا هو نصب الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم في هذا المكان. يعني اهتمام جميل، لأن هنا هو أعدم في هذا المكان في الإذاعة سابقا في تلك السنوات. طبعا الذي يخلص لوطنه وشعبه لا بد من الاهتمام به، على الأقل أن يكون له هذا النصب في هذا المكان الجميل، حديقة الرواد في شبكة الإعلام العراقي.